ازاي نبدا الترم التاني بدايه صح؟ النهارده في الفيديو ده اقول لكم اهم النصائح لثالثه اعدادي اللي هتعملوها في الترم التاني وهتفيدكم جدا وهتعلي مستواكم وكمان هتعلي المجموع بتاعكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا جدا. وبما ان الترم الاول خلاص خلص وامتحنته قررت اني اعمل لكم النهارده اكتر فيديو طلبتوه مني الفتره اللي فاتت، وهو ازاي نبدا الترم التاني صح ونلحق نفسنا وكمان ما نكررش اي اخطاء عملناها في الترم الاول. فالفيديو ده لاي حد عاوز ينطلق ويحقق حلمه في الترم التاني ويجيب مجموع عالي باذن الله. وبالنسبه للنتيجه مش عاوزاكم تقلقوا خالص، وباذن الله هتكون مرضيه ليكم وهتجيبوا مجموع عالي وهتفرحوا اهلكم. حاولوا انكم تنبسطوا شويه بالاجازه وكمان تفصلوا دماغكم شويه. بس كده اعملوا لايك للفيديو ده وكومنتاتكم الجميله، ولو اول مره بتشوفوني اشتركوا في القناه عشان فايتكم كتير جدا. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اولا كده الترم الاول سواء عدى عليكم وانتوا بتذاكروا او عاملين اللي عليكم او لا فده مش المهم، المهم ان انتوا تبداوا تستفيدوا من اخطائكم في الترم الاول. عشان كده اول حاجه هتبداوا تعملوها هو انكم تبداوا صفحه جديده خالص من جديد، واول حاجه تبداوا تجيبوا ورقه بيضاء وتكتبوا فيها الحاجات اللي هقول لكم عليها. جديد يعني فرصه ثانيه نعوض ونجيب مجموع عالي كمان فيها. عشان كده تبداوا تكتبوا المواد اللي انتوا كنتوا واقعين فيها في الترم الاول او مستواكم كان وحش فيها باختصار. ايه هي الاخطاء اللي انتوا عملتوها في كل ماده وكنتم تتمنوا تصلحوها او ما تقعوش فيها من البدايه. صدقوني لو خدتوا الخطوه دي وعملتوا الحاجات اللي انا قلت لكم عليها هتساعدكم بشكل كبير جدا انكم تحددوا مستواكم في كل ماده، وايه الحاجات اللي انتوا هتركزوا عليها بشكل اكبر في كل ماده في الترم الثاني. تحددوا كمان بالطريقه دي ايه المواد اللي انتوا حابين تعلوا مستواكم فيها. اكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر ماده انتوا محتاجين تعلوا مستواكم فيها وانا هعمل لها فيديو مخصص باذن الله. المهم بقى بعد ما كتبنا كل الحاجات دي وكتبنا كل المواد وايه اللي احنا عاوزين نعلي مستوانا فيه، هتبداوا ان انتوا تزودوا تركيزكم على المواد دي وهتبداوا تحددوا ايه الحاجات اللي انتوا وقعتم فيها في الماده واثرت على مذاكرتكم للماده كامله وازاي تتجنبوها في الترم الثاني، وايه كمان الحاجات اللي حابين ان انتوا تضيفوها في الترم الثاني وهتعلي مستواكم الترم ده. طبعا هيكون في كل ماده، وزي ما قلت لكم انتوا اللي هتحددوا الحاجات دي لانكم ادرى بنفسكم وده هيساعدكم جدا. تاني حاجه، هل المدرسين اللي انتوا كنتوا معاهم في الترم الاول شرحهم كويس وكافي وبتفهموا منهم؟ لو في ماده معينه مش مرتاحين للمدرس بتاعها نغير او نروح لمدرس تاني نفهم منه او نقدر ان احنا نطبق ونذاكر للماده كويس، لان المدرس عليه نسبه كبيره جدا من فهمك وكمان مجموعك. ولو بتحب المدرس هتحب الماده وهتعرف تذاكرها، اما لو مش مرتاح للمدرس عمرك ما هتحب الماده ولا هتعرف تذاكرها. اسمحوا لي ااكد على اهميه المدرس جدا لانه من اهم الحاجات اللي زي ما قلت بتاثر على مجموعك. وده بناء على تجربتي الشخصيه في ماده من المواد لما كنت في ثالثه اعدادي. حرفيا كنت فاشله فيها جدا لدرجه اني ما كنتش بعرف احل اي حاجه. كنت فاشله لدرجه اني مش بعرف احل اي حاجه ولا حتى بفهم حاجه في الماده دي خالص، برغم ان كل زمايلي كانوا بيروحوا عند نفس المدرس. كان في ناس معايا في المجموعه او في الدرس ده بيعرفوا يحلوا، لكن انا ما كنتش بعرف احل ولا كنت بفهم حاجه خالص ولا كلمه حرفيا، وكنت مقتنعه ان انا اللي فاشله وان انا السبب وان انا اللي مش بحاول كفايه او كده. باختصار يعني كنت فاهمه ان انا السبب في فشلي وعدم فهمي للماده دي كان بسببي انا، وعمري ما فكرت ان السبب ممكن يكون المدرس او طريقه شرحه او اسلوبه في الماده. احيانا بيبقى في مدرسين شرحهم مش كويس او طريقتهم مش كويسه حتى في التعامل، فعشان كده معظم الطلبه بتبقى فاكره ان هم اللي فاشلين واغبياء ومش بتعرف تفهم ولا تذاكر ولا حتى ملتزمين. وانا كواحده مريت بالتجربه دي واقتنعت ان انا كنت فاشله وان انا اللي مستواي وحش ومش بيتغير عشان انا مش بحاول او ان انا العيب فيا. طبعا انا حاولت كتير ان انا افهم واعلي مستواي في الماده، ولكن كل ده جيب الفشل عليا، لان المدرس اصلا كان المشكله فيه ان هو طريقه اسلوبه او شرحه ما كانش كويس انه يفهمني. وعشان كده لو انت مريت بنفس التجربه دي حاول ان انت تروح لمدرس افضل او المدرس اللي تفهم منه وتحاول ان انت تعلي مستواك معاه. انا عاوز اصدمكم واقول لكم ان الماده اللي انا كنت بعاني منها دي هي ماده الرياضه. بعد سنتين من الاحباط والزعل والفشل الحمد لله قدرت ان انا اقفل الرياضه في ثالثه اعدادي. طبعا قفلتها بعد معاناه كبيره جدا وبعد محاولات كتير وبعد ان انا حطيت الرياضه في اول اولوياتي وان انا اعطيها اكبر كميه من طبعا وقتي. قفلتها بعد معاناه كبيره وبعد ما اديت لها وقت كبير جدا وكمان اشتغلت على نفسي كتير فيها. انتوا كمان حاولوا تركزوا العيب فين بالظبط وحاولوا تغيروه او تغيروه من نفسكم عشان مستواكم وكمان طاقتكم ما تتهدرش على الفاضي. المدرس عليه عامل كبير جدا وثقتك بنفسك برضو اهم حاجه، فما تخليش حد يحبطك او يفكرك ان انت فاشل، وحاول دايما واسعى وانت ان شاء الله هتوصل. ثالث واهم حاجه معانا في الفيديو بتاعنا النهارده وهي طريقه مذاكرتك لكل ماده من الخمس مواد اللي عندك. انت لازم تعرف اسهل وابسط واكتر الطرق اللي بتنفع معاك في كل ماده وكمان بتفرق في مستواك جدا. طريقه مذاكرتك هتفرق في مستواك واكيد مجموعك كمان الترم ده باذن الله. فانا جايه الحقكم من اول الترم كده عشان ما تحتاروش وتوه مني تاني. واول ماده معانا النهارده وهي العربي، وطبعا العربي زي ما احنا عارفين انه معظمه حفظ زي القراءه والنصوص والمرادفات بتاعتهم، وكمان شكل الاسئله اللي بتيجي عليهم واللي معظمها بيكون مقالي، وكمان غير القصه برضو اللي بتكون حفظ، ما عدا طبعا النحو اللي بيحتاج فهم وتطبيق كتير جدا لانه تراكمي يعني مش محدد بمنهج ثالثه وبس، لا ده جاي من السنين سابقه وكده. المهم طريقه مذاكرتك للعربي هي انك هتبدا تحفظ النصوص والقراءه كويس جدا. طبعا القراءه والنصوص بتكون سهله ان اي حد يحفظهم عادي، وبالنسبه لطريقه حفظهم انا انصحكم بقراءه النص كامل مره واحده بتركيز، وبعد كده تبداوا ان انتوا تقسموا الدرس لجزئين او 3 على حسب حجمه، وبعدين تبداوا تذاكروه جزء جزء عن طريق التكرار بالصوت لحد ما تحفظ كل جزء، وبعد كده تبدا تحفظه كامل وتسمع لنفسك النص بكل مرادفاته والمضادات والشرح بتاعه، وبعد كده تبدا ان انت تشوف مدى حفظك للنص مثلا بالمضادات والشرح ومواطن الجمال بتاعه. لذلك
برضو القراءه تذاكرها بنفس الطريقه، وبعد ما تخلص الحفظ بالطريقه اللي انا قلت لك عليها هتبدا على طول تحل الاسئله اللي ورا الدرس، تحل الاسئله كلها وتبدا تصحح لنفسك بعدها. ولو غلطت في سؤال ارجع ذاكر الجزئيه بتاعته من تاني، مش شرط تذاكر كل الدرس من تاني عشان انت غلطت في جزئيه معينه، لا ذاكر الجزء بس اللي انت غلطت فيه، وبكده تكون عرفت تذاكر النصوص والقراءه كويس. وبالنسبه للقصه فهي محتاجه انك تحفظها على هيئه احداث ورا بعضها، معظمنا اصلا بيحب القصه فمش بتكون صعبه قوي طبعا لاننا بنهتم بالتفاصيل وبنحفظها بسرعه. المهم ان انت تبقى تقراها دايما واحفظوا الاسئله اللي على كل فصل فيه، لان الاسئله دي هتساعدكم كتير جدا وهتسهل عليكم الدنيا في القصه. بالنسبه للنحو فده بقى عايز تراجع عليه وتتاسس فيه كويس جدا، او حتى ان انت تراجع عليه لو كنت مذاكره قبل كده، زي مثلا الحاجات التراكميه راجعها تاني عشان تكون ثابته معاك. طبعا في مراجعه على ما سبق بتبقى موجوده في الكتاب كل ترم، فحاولوا ان انتوا تراجعوا وتقراوها سريعا كده هتساعدكم جدا. وانا جبت لكم النهارده كورس نحو شامل هيفيدكم تراجعوا وتثبتوا النحو كويس جدا وهيلم لكم التراكم كله. واول كورس معانا هو كورس مستر عمر ياقوت. مستر عمر عامل كورس نحو جميل جدا ومش هتحتاجوا تسمعوه في وقت طويل، في وقت قليل جدا هيلم لكم الدنيا، وجميل جدا الصراحه وجوده الشرح عاليه جدا وكمان مجاني، يعني هتسمعه من بيتك مش هتضطر تروح مكان عشان تسمعه او كده او تضيع وقت. تاني كورس معانا هو كورس بتقدمه قناه اسمها بتاع عربي. الكورس ده جميل جدا وهيساعدكم جدا تتاسسوا كويس في النحو وهيرفع مستواكم في حته تانيه خالص، وانسوا مشكله النحو بقى بعد الكورسين دول. تاني ماده معانا النهارده وهي الانجليزي. الانجليزي طبعا بيحتاج حفظ كلمات كتير جدا، فركزوا الترم ده على الكلمات بشكل كبير، وانكم تقدروا تحفظوا اكبر كم ممكن من الكلمات. هتساعدكم في ترجمه القطعه وكمان كتابه الباراجراف وحل المحادثه او السؤال اكمل. فاي كلمه جديده تقابلكم احفظوها كويس قوي لانها كده كده هتفيدكم، لان الانجليزي كده كده تراكمي فالكلمات مهمه جدا وكمان هتفيدك لو انت ناوي تدخل ثانوي عام بعد كده. عشان كده لازم تحفظوا الكلمات بالطريقه اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. اول حاجه ان انت تنطق الكلمه كويس جدا، ولو عرفت تنطقها صح هتكتبها صح. تاني حاجه تكررها بالصوت وتكتبها كذا مره وتشوف نفسك بقيت بتكتب صح ولا ايه. لو انت كتبت الكلمه صح من نفسك يبقى انت كده حفظتها، وعادي جدا لما تكون كررت الكلمه اكتر من مره وقعدت تكتبها كتير جدا عادي، بعد كده باذن الله هتلاقي الحفظ سهل معاك جدا. بالنسبه بقى للباراجراف فانت محتاج كمان تعرف موضوع كل واحده الترم ده بيتكلم عن ايه، وتبدا تحفظ كلماتها كويس جدا، وتبدا تحفظ كمان جمل للباراجراف بتاع كل واحده، ومش شرط تكون جمل صعبه. المهم ان انت تكتب جمل سهله وكمان صحيحه. وهسيب لكم اللينك فيديو هيعلمك ازاي ان انت تكتب باراجراف صح، وهسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت. بالنسبه بقى للجرامر فده بقى محتاج فهم وتطبيق كتير جدا لحد ما يثبت معاك. من بدايه الترم الثاني ابدا ذاكر اول باول، وخاصه الجرامر لانه ما ينفعش يتاجل او يتذاكر تاني يوم، في نفس اليوم وتطبق عليه وتراجع كمان عليه باستمرار دايما. ودول اكتر قناتين بيشرحوا جرامر كويس جدا، واول قناه هي قناه مستر عمرو الرقم. بجد مستر عمرو شرحه جميل جدا ومبسط وهيساعدكم ان انتوا تحلوا عقده الجرامر. وتاني قناه هي قناه انجليش وزي ياسمينه، جوده الشرح على القناه دي عاليه جدا، وكمان انصحكم ان انتوا تستغلوا القناتين دول في الترم الثاني لانهم هيفرقوا في مستواكم في الانجليزي جدا. طبعا لينك القنوات دي انا هسيبها لكم كل لينكاتهم في الوصف بتاع الفيديو، فما تقلقوش وركزوا معايا بس. ثالث ماده معانا وهي الدراسات. طبعا ماده الدراسات هي ماده الحفظ، عباره عن حفظ بحت، يعني هتحفظ. عشان كده هقول لك على شويه تريكات تخليك تحفظ بسهوله وما تنساش المعلومه بسرعه. اول حاجه سواء تاريخ او جغرافيا محتاج ان انت تفهم محتوى الدرس كويس جدا، فلازم تشوف شرح للدرس كامل. لو بتاخد درس فلازم تذاكر اول باول على طول بعد ما ترجع من الدرس عشان الحفظ يكون اسهل معاك وما تاخدش وقت كبير جدا وانت بتحفظ. وزي ما بيقولوا كده دق على الحديد وهو سخن، يعني اول ما ترجع من الدروس لازم تذاكر الدروس اللي وراك على طول عشان تثبت معاك ويكون حفظها سهل. تاني حاجه هتسهل عليك الدراسات وهي طريقه الحفظ. اول حاجه ابدا اقرا الدرس قراءه كامله شامله بتركيز، وبعدين ابدا قسمه لاجزاء وابدا احفظه جزء جزء، ولما تتاكد انك حفظت الجزء الاول سمعه لنفسك عشان تتاكد انك حفظته ولا لا، ولو لا ارجع اذاكر نفس الجزء تاني. وبالنسبه لطريقه الحفظ فانصحكم بالصوت والتكرار، لان الكتابه مرهقه جدا ومستحيل تحفظ كل ده بالكتابه، وخصوصا ان الكلام كتير جدا فيكون مرهق جدا عليك ان انت تذاكر بالكتابه. بعد ما تخلص حفظ على طول ابدا حل الاسئله اللي ورا الدرس مباشره عشان تتاكد من حفظك وتثبت المعلومات وتحس بتفاعل ونشاط كده في المذاكره. بالنسبه للتاريخ يا ريت تحفظه على انه قصه بكل احداثها وتفاصيلها، لان ده هيساعدك تفهمه اكتر وهيكون اسهل بالنسبه لك، ولانه طبعا مليان كلام واحداث كتير. اما بالنسبه للجغرافيا فهي محتاجه ان انت تاخد بالك من المقارنات والفرق بين كل دوله او درس، وكمان تاخد بالك من ان انت تركز على سؤال الخريطه. احيانا بيجي عليا سؤال او معلومه ومش بيشاور على الدوله وخلاص، ركز على الخرائط برضو وانت بتذاكر بعينيك، وكمان اعرف مكان كل دوله وكل اقليم وكل حاجه بتتميز بيها. اسئله خرائط كتير جدا وحاول تحل وتراجع على الخرائط دي اكتر من مره، ودي نقطه بينساها طلاب كتير جدا انها بتنسى تراجع على الخرائط دي اكتر من مره، مجرد انها حلتها لاول مره بتنسى انها تراجعها. اكتر قناه هتساعدكم ان انتوا تحفظوا وتذاكروا الدراسات وكمان تفهموه هي قناه مستر عاطي زكي شحاته. رابع ماده معانا النهارده وهي الرياضه، ماده الفهم والتطبيق الكتير. الرياضه طبعا عليها 30 درجه، وكمان الجبر والهندسه زي ما شفنا كل فرع فيهم له امتحان في يوم مختلف وله كمان طريقه مذاكره، ان كل فرع في الرياضه له طريقه مذاكره مختلفه. فهنبدا بالهندسه. اول حاجه اولا الترم الثاني في الهندسه كلها بتتكلم عن الدائره وكلها دروس مرتبطه ببعض. عاوز اقول لكم مقدما انها من اسهل المواد اللي عندكم، لان دروس الدائره سهله جدا جدا وهتكون سهله معاكم في المذاكره لو اتبعتوا نفس الطريقه اللي هقول لكم عليها دلوقتي. اول حاجه ممنوع التراكمات في الترم ده، لان الهندسه عاوزه تتذاكر اول باول على طول. اول ما ترجعوا من الدرس تحفظوا الدرس وقوانينه وكمان تحلوا عليه على طول عشان ما تضيعوش اللي انتوا فهمتوه في الدرس. احفظوا القانون اكتر من مره، وكمان لازم يكون
معاكم كشكول كبير شكله حلو للدرس تكتبوا فيه كل حصه القوانين عشان يبقى معاكم لاخر الترم تراجعوا منه. الكشكول ده ساعدني كتير جدا، وخاصه ان كنت بستخدم كشكول لكل ماده، فكان معايا ملخص لكل المواد. وكمان لازم يكون معاك برجل كويس جدا ترسم بيه وانت بتذاكر وتحل، عشان يساعدك ان انت تتخيل وتحل المسائل صح. وانت بتذاكر الرياضه لازم تكون ادواتك معاك، وانت كمان داخل حصه الشرح يا ريت تكون قاعد مركز وتقعد قدام عشان تشوف كويس جدا. وبلاش تقعد جنب ناس مش ملتزمه عشان هيضيعوك في كل المواد مش بس الرياضه. لو بقى مش فاهم جزء معين اطلب من المدرس انه يعيده تاني او يشرحه تاني باسلوب معين. ما تتكسفوش انكم تطلبوا اي حاجه من المدرس داخل الحصه، ودايما لو مش فاهم حاجه اطلب من المدرس بكل احترام انه يشرح لك تاني الجزئيه دي، وهو باذن الله مش هيتاخر عليك. فما تتكسفش عشان ما ترجعش تندم تاني. في نقطه مهمه جدا عاوزاكم تخلوا بالكم منها. عاوزاكم في بدايه الترم ده يكون عندكم هدف واحد بس اساسي، والهدف ده هو انكم تكونوا خارجين من اي درس انتوا بتحضروه فاهمين الدرس ده ومذاكرينه كويس قوي وانتوا داخل الحصه. اللي انا اقصده هنا انكم تكونوا فاهمين كل الدرس بيتكلم عن ايه، وفاهمين كل جزئيه من الدرس، وما تطلعوش بره الدرس الا وانتوا متاكدين ان انتوا فاهمين الدرس كامل. وده طبعا عشان تعرف تذاكر الدرس لما تروح البيت وما يحتاجش منك وقت كبير. تاني حاجه في الرياضه وهي الجبر، طبعا لازم تفهم القواعد كويس جدا، وبعدين تبدا على طول اول ما تروح انك تذاكر وتطبق على القواعد اللي انت ذاكرتها. اهم خطوه بعد الفهم انك تحفظ وتثبت القوانين معاك، لان الفهم مش كل حاجه، ومحدش يقول لي الرياضه ماده فهم وبس. لو ما هياش ماده فهم وبس ما كانش حد تعب. كله بيفهم وكلنا بنعرف نفهم المسائل كويس، بس احنا لازم نذاكر عشان نعرف نحل، بلاش نكسل. طبعا لازم يكون معاك كشكولك الجميل اللي هتكتب فيه بخط ايدك ورا المدرس في الحصه. طبعا الكشكول ده هيكون معاك طول الترم عشان هتراجع منه باستمرار. ولازم بعد ما تحفظ قانون الدرس كويس جدا لازم تبدا تحل تدريبات الدرس عليه عشان تتاكد من فهمك. ولو عندك اي مشكله او اي سؤال قبلك وحاولت تحله ومعرفتش اكتبه في الكشكول لتاني حصه، وخلي المدرس في الحصه اللي بعدها انه يحله لك، وركز في الحل كويس جدا واكتبه في الكشكول تحت السؤال. والرياضه سواء جبر او هندسه محتاجه مراجعه باستمرار، عشان كده لازم تراجع من الكشكول دايما على القوانين عشان طبعا ما تنساهاش. واكتر قناتين هيساعدوكم كتير جدا الترم التاني انكم تقفلوا الرياضه، اول قناه هي قناه يلا نفهم ماس، وتاني قناه هي قناه مقهى الرياضيات. القناتين دول عليهم مراجعات كتير جدا وعليهم شرح طول الترم وبينزلوا يعني باستمرار. طبعا هسيب لكم كل اللينكات تحت في الديسكريبشن. خامس ماده معانا النهارده وهي العلوم، وطبعا العلوم الترم الثاني فيه معادلات. انا عارفه ان في ناس كتير جدا مش بتحب المعادلات، بس انا مش عاوزاكم تخافوا او تقلقوا من المعادلات، لان هي واحده بس هي اللي بتتكلم عن المعادلات وعن التفاعل الكيميائي وبعض التعريفات طبعا والمعادلات والعناصر. وطبعا احنا محتاجين بس نحفظ المعادلات، ودي هتكون بالكتابه، نكتب المعادله اكتر من مره لحد ما تثبت معانا، وبعدين برضو نبدا نسمعها لنفسنا بالكتابه في كشكول خارجي، وهكذا بقى لحد ما تثبت المعادلات معاك وتحفظها كويس. وكمان انت محتاج ان انت تفهم ايه اللي داخل في التفاعل وتحفظ صيغته الكيميائيه، وتعرف كمان الناتج وتحفظ صيغته الكيميائيه، وتعرف كمان توزن المعادله صح، لان وزن المعادله مهم جدا ولازم تركز عليه وانت بتحفظ المعادله. لو الوزن بتاع المعادله مش مظبوط المعادله كلها بتتحسب غلط، عشان كده لازم تحفظ العناصر وكمان التكافؤات بتاعها من اول الترم. والعناصر والتكافؤات بتاعتها والصيغ الكيميائيه بتاعتها بتكون دايما في بدايه الوحده في مربعين، فباذن الله لازم تحفظوهم. وكله بقى بيبقى في العلوم سهل، وخاصه الوحده اللي بتتكلم عن النجوم والكواكب والكون بتكون جميله جدا ومسليه. وطبعا لازم تحلوا كتير جدا في العلوم، واسئله كل درس لازم تبداوا تحلوها بعد ما تذاكروا. خلوا دايما اسلوب مذاكرتكم عباره عن 3 خطوات، اول حاجه الفهم، وتاني حاجه الحفظ، وتالت حاجه التطبيق او الحل. التطبيق او الحل ده مهم جدا لانه بيثبت عندك المعلومات وبيختبر مذاكرتك ان كنت مذاكر كويس او لا. وفي قناه بقى هتسهل عليكم مذاكره العلوم جدا، وهي قناه الدكتور احمد مكرم. القناه دي بجد هتسهل عليكم فهم ومذاكره العلوم، وهتلاقوا عليها شرح لكل الوحدات وباعلى جوده. دي كانت طريقه مذاكرتك لكل المواد واللي هتفيدك جدا وعن تجربه. نحاول الترم ده نلتزم وما نكررش نفس الاخطاء تاني، وكمان ما نراكمش اي دروس ونذاكر اول باول على طول عشان نكون شاطرين وما نهملش في مذاكرتنا ونجيب مجموع عالي. انا واثقه فيكم وانكم هتجيبوا مجموع عالي في الترم الاول باذن الله، وبقوا طمنوني على نتيجتكم كلكم. وزي ما قلت لكم هسيب لكم لينك القنوات ولينك الفيديوهات اللي انا رشحتها في وصف الفيديو تحت. وده كان الفيديو اللي انتوا طلبتوه مني، وبصراحه ده اكتر فيديو انتوا طلبتوه في الكومنتات، وعشان كده اتمنى لو انتوا استفدتم من الفيديو ده تعملوا لايك للفيديو وتشيروا الفيديو مع اصحابكم. ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. وبصراحه اللي مش مشترك فايته كتير جدا. اكتبوا لي في الكومنتات عاوزين فيديوهات عن ايه الفتره اللي جايه، واحلى كومنت هيعجبني هثبته تحت في الفيديو. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.